السلام عليكم. وحشتوني جدًا كالعادة. النهارده بقى مش جاية أقول لكم أعذار ولا أي حاجة من دي، لإن أنا وِش منكم في الأرض، بس أنا جاية النهارده أقول لكم بصراحة الحقيقة أنا ليه ما بقيتش أنزّل فيديوهات على القناة، ما بقيتش مهتمة بيها. أول حاجة كده أنا كنت بانشر معاكم لو خدتوا بالكم في عز النهار لسه ما حدش أصلًا نازل في الشارع ولا أي حاجة، صليت يا دوبك الفجر وابتديت أشتغل في شغل البيت وعملت فطار عشان أسمي الله كده ونتوكل على الله ونبدأ هنعمل إيه. رغم إن القناة طبعًا ممكن تدخّل لي ربح كويس جدًا وكده، بس القناة مشاهدتها بجد قليلة، اللي هي مش عاملة معايا حاجة، فأنا محتاجة عشان الدراسة والمدارس والولاد والكلام ده كله فيه ضغط والله العظيم، محتاجة أي حاجة تجيب على طول أي حاجة، لإن الفلوس بجد بتيجي هي عارفة هي رايحة فين سبحانك يا رب، ربنا بيرزقنا بيرزقني وبعدين الحاجة تيجي سبحان الله عشان الواحد ما يتحطش في كرب. أنا بالجأ لإيه بقى، بالجأ إن أنا باحاول أعمل أوردرات، والله العظيم أنا من زمان باحاول أعمل مشاريع، ولكن الحمد لله بفضل الله أهدي الدنيا مشيت معايا شوية في النقطة دي، إن هو يعني حاسة إن هي من رغم إن والله العظيم الموضوع مجهد وصعب جدًا، جدًا، جدًا عليَّ إن أنا أعمل شغل في شقتي، بجد مع بنتي الصغيرة، مع إن البوتاجاز بايظ، العيون مش شغالة، الفرن مش شغال، والله ضغوطات صعبة جدًا، ولكن برضه الواحد لازم عمرِك ما هتبقي في مكانة كويسة بكل سهولة أبدًا، عمرِك ما تلاقي حد بقى حاجة كبيرة أوي، أوي غير أمّا تعب أوي، أوي. والله هييجي فيديو كده مرّة وهاحكي لكم بقى إيه المتاعب بتاعتي والواحد وصل لإيه إن شاء الله يعني مش بعيد عن ربنا. بس النهارده بقى أنا كنت باعمل إيه، كنت باعمل order سمك آمم أصفر وسمك مشوي، وده كان order ما شاء الله يعتبر كبير، لكن أنا ساعات بيبقى عندي شغل ماشي مش لازم يكون كبير، ممكن وجبتين، ممكن 3 بس هي لازم بانزل في نفس اليوم، ولازم باطلع أجيب نفس الحاجة، يعني كده أقصد بانزل وبارجع أطبخ وأعمل نفس الروتين يعتبر، أنا كده خلاص كيّست الشنط، هي دي ما شاء الله شنط تعتبر النهارده كتيرة فباخدها على مرتين، ساعات كتير أوي تحصل كده ممكن 3 والله العظيم، أنا هانزل بقى أروح فين، هارجع أروح أوزّعها، أنا كل ده طبعًا بياخد وقت، أنا كل ده يا دوبك مصوراه كده تخاطيف، أنا ماشية مش عارفة أمشي أصلًا عشان الشنط في إيدي باروح أوزّعها، دي كانت وجبات طالعة لوجه الله، فحد مكلّفني إن أنا أوزّعها، طبعًا ألف حمد وشكر ليك يا رب، آمم مش عشان أنا باتعب والله العظيم، بس أنا حبيت أصوّر اليوم ده وأوريكم اليوم بيحصل معايا إيه، عشان كده أنا بابقى مُجهدة لدرجة إيه، مش باعرف والله العظيم أصوّر وأعمل حاجة تاني، يا دوب أنا كده رايحة بالِف، رايحة أودّي الوجبات في المكان المناسبة، طبعًا باروح أماكن كتير أوي مختلفة، مش كل مرّة مكان، ده طبعًا ده هنا ممكن وأروح بعديها مشاوير تانية بعيد، وساعات باركب وساعات المهم إن هي تروح في المكان الصح. مثلًا النهارده ودّيت هنا يبقى بكرة مش هاودّي هنا، يعني دي سبحان الله كفاية إنها رزق من عند ربنا برضه إن أنا آخد ثواب يا رب إن شاء الله يكتب لي آخد ثواب مع الناس اللي بتعمل وجبة لله. دي بتبقى مثلًا أنا بما إني أنا مطبخ باعمل أكلات للبيت، فبيبقى الوجبات الكتير دي على فكرة بتبقى صعبة والله تتعمل في البيت، والله بتبقى صعبة. أنا ممكن باعمل حلة رز مثلًا على 3 و4 مرات عشان مثلًا ما شاء الله كمية، فبتبقى فهُم بيبقوا محتاجين إن هو يروحوا المطبخ عشان يجهّزوا لهم الوجبات دي. المهم بقى في اليوم ده الحمد لله ما كنتش هاعمل غدا ولا أي حاجة، لإني كنت رايحة عند أخويا، اليوم ده كنت معزومة عنده يعني، بس هو كان جاي ياخدني، ما عرفتش بقى كنت ناوية أجيب حاجة وأنا ماشية مثلًا، فقال لي: "لأ أنا جاي آخدِك." فقُلت خلاص بقى أتصرّف أعمل أي حاجة من البيت عشان خاطر آخدها معايا يعني وكده. هو يعني مش والله ما يهمنيش أجيب معايا أي حاجة، بس أنا قُلت عندي الحمد لله حاجات متوفرة في البيت أهو، فهاحاول أعمل معاه أعمل أي حاجة. كنت هاعمل صينية البسبوسة، الأطباق دي كنت باستخدمها، كنت عاملة فطير وكده ممكن أوريه لكم إن شاء الله في الفيديو ده، فكنت عندي الأطباق قُلت أعمل صينية بسبوسة حلوة كده، وبعدين لقيت ما شاء الله طبق كبير على صينية البسبوسة اللي أنا عملتها، فقُلت خلاص نعمل شوية رموش كمان كده لايقة مع البسبوسة، وفي نفس الوقت باعملها حلوة أوي وبتبقى جميلة جدًا. مقاديرها إيه، مقاديرها سهلة أوي بسيطة، عاملة زي البيتي فور شوية جدًا بس فيها اختلاف، عبارة عن إيه، كوباية مثلًا دقيق أبيض، نُص كوباية زبدة، تقدري تحطي سمنة بس الزبدة أحسن، ربع كوباية سكر بودرة، وتحطي بيضاية أو صفار بيضاية، معلقة جوز هند تقدري تستغني عنه، معلقتين دقيق سوميدينا، شوية ذرة ملح كده بس، وبس كده، تضربيهم كلّهم على بعض، أهم حاجة تكون معاكِ العجينة كده إيه ناعمة وما بتشققش، بس تمام كده. هنعمل بقى شوية رموش حلوة كده ونزود بيها الطبق اللي هاخده معايا إن شاء الله. كنت عايزة أرد على واحدة أنا مش عارفة هي بنوتة والّا متجوزة الله أعلم بيها، بس كل فيديو تسيب لي الكومنت ده وأنا بامسحه، ليه بقى؟ عشان ما اضايقش يعني عشان ما حدش يقراه وحد عندي يتضايق تمام، بس أنا هارد عليكِ، تقعد تقول لي بقى إيه هو أنتِ ليه مستحملة، هو أنتِ ليه مستحملة، يا بنتي ده أنتِ تتطلقي أحسن،
لا اله الا الله. داخله لي برضه على الفيس، تبعت لي على الرسائل الخاصه، تبعت لي كده بجد. انا عايزه اعرف انت ايه اللي مضايقك؟ يعني عملت لها بلوك على الفيس تقول لي الكلمه دي؟ يعني في حد يقول لحد اتطلقي؟ ده سمعت ده لسه زميلتي بتقول لي شيخ واحده بتتصل بيه بتشتكي له بعبر الدنيا كلها على اللي هي بيحصل فيها من جوزها، وما رضاش ينطق لها بكلمه اتطلقي. ربنا نفسه عزته جلاله قال ابغض الحلال الطلاق. انت باي حق تقولي كده؟ وليه؟ يعني انت عارفه ايه اللي في بيتي؟ ما تعرفيش. انت مين قالك ان انا متضايقه؟ مش عارفه انت متضايقه ليه. تعرفي بقى، والله العظيم انا في واحده كان يعني بصراحه انت كنظره انا لواحده انا مش في بيتها. يعني في مره جوزها حلف عليها، هي كانت يتيمه تمام، يعني ملهاش حد بجد، فالمفروض جوزها يكون سند ليها ويعني رحيم عليها حتى. فالمهم ايه اللي حصل؟ حلف عليها بالطلاق ان هي ايه ما تباتش في البيت في مرة ما يعني، عشان هي كان في حصل ما بينهم شدوا مع بعض يعني. دي كانت اول مرة انا اتعرف عليها، بسبب ان هي لقيتها يا حبيبتي قاعدة على السلم. كنت نازلة بدري قوي ولقيتها قاعدة، واتأخرت في الصحة بقى، كنت رايحة الصحة انا وولادي، واتأخرت جدا، بتبقى زحمة بقى وبتاع، واتأخرت وجيت لقيتها قاعدة نفس القعدة. قلت لها ايه ده، في حاجة المفتاح ضاع منك او بتاع؟ قلت يعني لو عايزة حاجة. فحبيبتي لقيتها عمالة تعيط وتقولي لا ده هو حالف عليا مبات هنا وانا ماليش مكان اروحه، ولو بت في الشقة خلاص هبقى طالق، وانا بايتة هنا اصلا من امبارح، قاعدة على السلم كده من امبارح. هل بس كده؟ عايزة اقولك اتجوز عليها وما كانش بيصرف عليها، كان بيضربها، دايما صوته عالي عليها، ويعني يكاد يكون انت هتيجي تبص تقولي مفيش حنية خالص. هو الراجل دوت جه توفى. عايزة اقولك كانت منهارة منهارة، وبتقولي بتمنى اليوم اللي يرجع فيه. فبصراحة انا صار فضولي، يعني انت ازاي؟ بصراحة يعني انا اسفة، قلت لها بس هو كان بيعمل معاكي كذا وكذا وكذا وكذا، انت ازاي مش قادرة تتخطي او تحسي بهدوء نفسي شوية، او تتخطي الحاجة زي كده وقاعدة في بيتك بقى وكده؟ لانه كان بيحصل فيها كده كتير، يا بقيت على السلم كتير. تخيلي من شدة البتاع. انا الطبق دوت كنت رايحة اوديه لجارتي، غير الطبق المدور اللي هو بتاع الحلواني ده اللي كنت رايحة بيه عند اخويا، خدت جزء كده اديته لجارتي. شوفوا البسبوسة والرموش شكلها تحفة ازاي. البسبوسة انا كنت عاملاها معاكم تاني قريب قوي، فما عملتهاش معاكم. ودي الرموش بقى بتبقى طعمها تحفة. فبقول لها انت يعني عايزه اقول، انا بقول الكلام ده ليه؟ مستأذناها وكل حاجه، بس الفكره ان هو ساعات ربنا بيوفق حد يتكلم في حاجه عشان تكون رساله لحد تاني. فمهما كان في بيتك ايه، احنا اساسا في الاول وفي الاخر احنا مخلوقين عشان نرضي ربنا. فانتي في الاول وفي الاخر قولي انا يعني الطلاق ده حاجه والله صعبه قوي ووحشه قوي ومش بالسهوله كده، لا خلاص هتطلق، اصبري واحتسبي يعني ان شاء الله ليكي اجر والله. ده اول حاجه. تاني حاجه ما تستسهليش، حرام يعني. انا اعرف والله اعلم ان اللي تطلب الطلاق على كل حاجه سهله كده ما بتخشش الجنه اصلا. كمان كان في اليوم ده عندي شغل فطيره عملتها، وهو ده بقى اللي شجعني ان انا اعمل بسبوسه ورموش، لان كانت يا حبيبتي واحده تانية جايه لي بالفرن بتاعها. عايزه اقول لكم والله العظيم، قالت لي انا شفت الفطيره انت عاملاها وبتاع وشهيتيني عايزه اعملها. قلت لها والله ده كان فرن، وهي خدته قالت لي هجيلك بالفرن بتاعي قريبه مني يعني، وما شاء الله معاها عربيه فسهل يعني. قالت لي هجيبه لك وسايباه عندي والله لحد دلوقتي. قالت لي خليه عندك، مش محتاجاه يعني، يومين وابقى اجي اخده كده. بُصّي بقى أنا هاكمّل لكم القصة، بس بعد ما خلّصت الشغل ونازلة واوزّع وطالعة تاني على فكرة أجيب بقية الشنط، لإني أنا أنا ليّا إيدين 2، فنازلة يا إلا هاسيب بنتي مع ولادي يقعدوا بيها مش هينفع ينزلوا، يا إلا أنا باخدهم معايا وبابقى شايلة بنتي. فهي والله العظيم بابقى شايلة الشنط بانزل أوزّع واطلع تاني أجيب وأنزل تاني أوزّع، وغير المجهود، وغير إن أنا الصبح بابقى في السوق. نسيت أصوّر لكم كمان إن أنا كنت في السوق وباجيب الحاجة والله برضه على مرتين 3. اللي عارفني من قريب عارف إن أنا بيحصل كده. بجد بابقى خلاص مرهقة لدرجة إن ممكن بابقى أنا ماشية والله العظيم نايمة. بعد كده هاشوف بيتي بقى طبعًا اللي اتبهدل خالص من كتر الشغل والحاجات دي، بس كل ده ألف حمد وشكر ليك يا رب إن مدّيني الصحة إن أنا أعمل، وما أقولش مثلًا لحد أنا عايزة حاجة، سيبيني بس أنتِ لحالي ما لكيش دعوة بيّا. والله العظيم يعني كمان الحمد لله وربنا بيرزق سبحان الله. يا رب ألف حمد وشكر ليك يا رب، عشان حاجة يعني سبحان الله. لولا إن أنا حاولت إن أنا أشتغل كده في بقى مدارس، في كتب، في هدوم، في مصاريف. يعني ابني كان تعبان جدًا والله العظيم، وكان محتاج تحاليل كتير أوي، رُحت أعملها له. بُصّي، فعملت إيه، عملت نُص التحاليل. بُصّي ربنا لمّا أنتِ تسعي وتتوكلي على الله حق توكله مش هتشيلي هَم أي حاجة والله. أنا جيت فمصطفى ابني تعبان أوي، فخلاص جاب آخره يعني، أغمى عليه في الدرس وبتاع، فخدته رُحت عملت له تحاليل كانت كتير هي، فكانت
عاملة مبلغ يعني، فرُحت مختارة كام تحليل كده يكاد يكون نُصّهم، وسحبت له العينة بتاعة الدم على قد ما أنا معايا الفلوس، سحبت له العينة بتاعة الدم ونازلة على السلم بصراحة متضايقة، أنا كنت نفسي أعمل له بقية التحاليل بس مش عايزة أحرج نفسي وأقول لها اعملي وأنا مش ضامنة إن هتيجي لي الفلوس بتاعة بقية التحاليل، مش عارفة إن أنا هتيجي لي والّا لأ. فجيت والله لسه نازلة على السلم لقيت واحدة كانت متفقة معايا من فترة كبيرة بس معرفش نسيت بقى والّا حصل إيه، على عزومة، جيت لقيتها بتتصل بيّا بتقول لي بُصّي أنا هابعت لِك الفلوس دلوقتي بتاعة العزومة طبعًا اللي هي فيها ربح، فراحت باعتة لي الفلوس وأنا على السلم بتاع التحاليل، أنا هنا بقى ابتديت هاروّق الشقة بقى وانضفها بعد المعركة اللي أنا عاملاها فيها طبعًا، والأوردرات وكل ده أنا باموت طبعًا، والله مُجهدة بطريقة ومواعين بقى ومطبخ وبُصّي معركة لازم ساعات أقعد أمنتج الفيديو بانام على نفسي، كل المونتاج أصلًا بياخد وقت رهيب مني، التحميل نفسه عشان النت ضعيف أوي والتليفون أساسًا تقيل أوي، وفي حاجات بيمسحها لي بعد ما أصور فيديوهات أبُص ألاقيها اتمسحت لوحدها والله، اللي هو بينضف نفسه بيعلّق أوي، فاللي هو أنا مش قادرة أساسًا، أنا مفرهدة خالص، أبُص ألاقيني نمت والله، فأنا غصب عني والله العظيم. بس فإيه اللي حصل بقى ساعة التحاليل وأنا على السلم لقيتها بعتت لي الفلوس، قُمت راجعة جري قُلت والله العظيم وأنا باعيط من كتر ما ربنا أدهشني يعني، قُمت راجعة تاني قُلت لها من نفس التحاليل اللي أنتم سحبتوه معلش اعملي له بقية التحاليل، سبحانك يا رب. كل ده خلال اليوم طبعًا أنا بابقى باروح أصلّي أول ما الأذان يأذن عشان ما يضيعش عليَّ الصلاة، وكل ده في كل الوقت بقى اليوم كمان باكلم أهلي، أشوف عندي مشاوير كمان ساعات في اليوم، فالأيام والله بتجري هوا.